في 5 علامات كده لو ظهروا لك في شخص معين تأكد إن الشخصية دي مزيفة. الشخص اللي كلامه طول الوقت أحلى بكتير من أفعاله، يقعد كتير، يقعد يتكلم عن المبادئ كتير، يدعي الوعي، لكن وقت الفعل لا إما بيختفي تماما لا إما بيطلع شخص تاني خالص. وده يعني تعارض واضح ما بين الصورة اللي عايز يبان بيها وشخصيته الحقيقية. النوع التاني الشخص اللي بيتلون على حسب الشخص اللي قصاده، واعتقد ان اكيد كلنا قابلنا النوع ده، النوع اللي طول الوقت ما عندوش موقف اصلا، يبقى معاك برأي ولما يقعد مع شخص رأيه مخالف عن رأيك يبقى معاه بنفس رأيه. لان المزيف دايما بيدور على قبول الاخرين مش على الحقيقة. الشخص اللي طول الوقت حساس جدا للنقد حتى لو هو شخص محترم، اي ملاحظة حد بيقولها له بيعتبرها هجوم شخصي عليه، وده لأن الصورة اللي عاملها لنفسه هشة جدا. ده مرتبط بالإيجو المزيف بتاعه مش قوة نفسية يعني. النوع الرابع بقى الشخص اللي دايما يا ضحية يا بطل، ما عندوش منطقة وسط يعني. هو يا الملاك اللي كل الناس ظلماه، يا العبقري والعميق اللي محدش عارف يفهمه. وعمر ما بيطلع إنسان طبيعي، ممكن يغلط عادي ويتعلم من غلطاته، وده مؤشر واضح على إنه شخصية مزيفة. أما النوع الخامس بقى الشخص اللي طول الوقت بتحس وإنت بتتعامل معاه بإرهاق مش مبرر، من غير سبب واضح كده، دايما تحس إنك شاكك في نفسك، متوتر، حاسس بلخبطة مش عارف مصدرها. ده لأن التعامل مع الشخص المزيف دايما مرهق نفسيا. شخص كده ما عندوش خريطة واضحة، إن هو مش دايما شرير يعني، هو يا عيني شخص خايف يبان على حياته. ده ما يلغيش ان القرب منه بيكلفك طاقة وصحة نفسية. لو قابلت نوع في حياتك من الانواع دي اكتب لنا في الكومنتات وقول لنا عرفت تتصرف معاه ازاي. يعني من هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي بعدها. السلام عليكم.